في سر بسيط لو كل راجل عرفه حياته الزوجية هتتقلب 180 درجة. السر ده مش في فلوس ولا في هدايا، السر ده في طريقة المعاملة. أول نصيحة: اسمع قبل ما ترد. الست دايما لما بتتكلم مش دايما مستنية حل، لا، هي مستنية حد يفهمها، حد يفهم هي عايزة ايه. تاني نصيحة: الكلمة الحلوة، والكلمة الحلوة ما بتكلفكش حاجة. قول لها انها ست عظيمة، قول لها انها سند، قول لها انها رفيقة يومك. خلي بالكم، الكلمة واحدة ممكن تغير مزاج يوم كامل. تالت نصيحة: ما تقللش من مشاعرها. لو زعلانة شوف هي زعلانة ليه، لو خايفة طمنها، لو مضغوطة اقف جنبها. رابع نصيحة: شارك في البيت ولو بحاجة بسيطة، حاجة صغيرة، مش عشان هي محتاجة، لا، علشان تحس انك شريك بجد، مش مجرد ضيف وواقف موقف المتفرج. وفي خطأ قاتل بيقع فيه رجالة كتير، الخطأ ده اسمه السيد. اكبر غلطة بيقع فيها الراجل ان هو يفتكر ان هو السيد في البيت. الاوامر ليه، القرارات ليه، الكلمة كلمته، مش عايز حد يناقشه. الحياة الزوجية مش معسكر ومش علاقة رئيس بموظف. الست تبعد وتكتم وتسكت، لكن عمرها ما هتتسعد مع راجل شايف نفسه السيد. الشراكة أهم من السيطرة. النصيحة رقم 5 وأهم واحدة: خليك أمان مش خوف. الدنيا بره صعبة، خلي البيت يكون حضن وراحة. لو شلت من دماغك فكرة السيد ومشيت بالنصايح اللي قلناها، هتعرف ان الست مش صعبة. اشوفكم في فيديو تاني في نصايح تانية. الدور الجاي ازاي بقى الست تتعامل مع زوجها. سلام.